الرحمن الرحيم. يلا بينا نصلي على الرسول. والنهارده هنعمل وجبه جميله قوي قوي، هتعجبكم ان شاء الله. وسهله وبسيطه خالص خالص، وطعمها في منتهى جمال. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولوا لي في التعليقات بتاعتكم رايكم ايه. انا هدى خضير، ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هنعمل أكلة كده سريعة وجميلة. عندي حلة فيها سمنة وكوسة. هحط الكوسة على السمنة أو الزبدة. عندي كوسات مقطعها هي جوانح اهيت، هحطها هشوحها في قلب الايه هشوحها في قلب الزبدة أو السمنة زي ما انتوا عايزين. اهيت دي من الاكلات الجميله السريعه، ما بتاخدش وقت خالص. اهيت هشوح كده الكوسه في السمنه اهيت، هحط عليها بابريكا بارده او حاميه لما انتوا عايزين، وحبه ملح صغيرين وحبه فلفل وحبه جوز الطيب اهوت. اقلبهم كلهم مع بعض وايه، وهشوحها اهيت. وانا عامله بشاميل اهو جاهز. البشاميل دوت معلقتين دقيق على كوبايتين لبن وحبة ملح وفلفل. إذا كنت عايزة تحطي بدل كوبايتين لبن كوباية لبن وكوباية شوربة حطي، وحبة جوز الطيب، يعني بشرتين كده جوز الطيب صغيرين. ماشي. طبعا الكوسة دي بطريقة جديدة النهاردة وجميلة، إن شاء الله تعجبكم بإذن الله، وخفيفة وسهلة، متاخدش وقت خالص. قبل الفطار كده مفيش بربع ساعة ان شاء الله تلاقيها ايه جاهزة. اهم حاجة بس ان احنا ايه نحمر نشوح الكوسة. طبعا احنا عارفين الكوسة، طبعا الموسم بتاعها اليومين دولت الكوسة روعة في منتهى الجمال، حلوة قوي قوي قوي، ويعني حلوة يعني على قد ايدينا برضو. وتعمل برضو ايه وجبة حلوة، يعني تكفي 4 5 تنفار العيلة، يعني تكفي يعني كيلو منها ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيه ويكفي كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، واحنا ببركه بسم الله ان شاء الله كده ماشيين، وربنا كريم يمنحنا البركه من عنده والرزق من عنده ان شاء الله يا رب العالمين. اهو انا كده هشوح الكوسه، وهقول لكم بعد كده هعمل ايه. عندي اهوت كنت مفرزه بصل، معلقه بصل على الكوسه اهيت، وفصين توم مهروسين اهو. لا هحطهم وهقلب تاني اهي. اهي زي ما انتم شايفين كده. الحاجه كلها ايه، الريحه بقى مش قادره اقول لكم، تحفه في منتهى جمال. نفسي تجربوا الوصفه دي ان شاء الله، هتعجبكم قوي 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 باذن الله. وسهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه خالص. هي كده الكوسه اصلا ما بتاخدش وقت، وبعدين لسه هتخش الفرن. احنا طبعا بنعملها بطريقه جديده النهارده. انا عندي صينيه اهي، حاطه فيها حبه زبده من تحت، وحاطه فيها بتاع دوت عشان لما اجي اطلع الخطات تبقى كويسه يعني معايا صحيحه. حاطه فيها بقسماط ناعم، رشه بقسماط ناعم. هعمل ايه بقى دلوقتي اهيت. عندي طبعا بشاميل اهوت اهوت. احط البشاميل من تحت في الصينيه، من تحت شويه منه اهو.
وهبتدي ايه المعلقه وافرده كده شويه. هو كمان كده ولا كده هو هي ايه هيسيح، يعني هيبقى حلو وهيندمج مع الكوسه اهوت. وادي الكوسه اهيت خلاص اهيت. هطلع الكوسه بقى طبعا بالصفايه وايه واحطها على في الحل في البتاع ده. المهم الميه بتاعت الكوسه ما تتحطش في البتاع، هي عموما ما فيهاش ميه كتير يعني اهيت. زي ما انتم شايفين كده نبتدي نطفي النار اهوت اهو. عندي بقى ايه حاجه جديده اهيت. طبعا حبه الصوص دولت احنا ايه مش عايزين نسيبهم، يعني هنوضب الصينيه كده اهي زي ما انتم شايفين. اهو كله على بعضه، تبقى العمليه ايه بالنسبه لنا سهله وبسيطه و... والطعم في منتهى جمال والريح حلوه قوي قوي قوي. عندي هنا بقى ايه عندي شاورما. انا جبت الشاورما حبة زيت سمنة بزيت تحتهم، وحطيت فيهم الشاورما، قلبت وحطيت فيهم بصل وطماطم وفلفل الوان، كله اجنحة، كله اللي هي الحاجات اللي هي المخرطة التقطيع، يعني مثلا بصل نص تقطيع يعني ايه كلها حاجات زي الجوليان كده. فدي الوصفة الجديدة اللي احنا هنعملها. عندي اللي هو بقى اللي زي ما بقول لكم كده اللهم صل على النبي. الشاورما هحطها فوق الكوسة اهيت اهي زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتحيقي الشاورما ديت ببصل باودر وتوم باودر و... وحبة فلفل اسود وحبهان والحاجات اللي انت بتحبيها يعني، بس هي اساسها ايه الثوم والبصل والطماطم اللي هي الجلد بس اللي هي من غير ميه، والفلفل. ما عندكيش فلفل امين اعملي فلفل اخضر بس زي ما انا كده عملت. بحط بقى البشاميل على الوش اهوت اهو. هنغطي الصينيه كلها بالبشاميل اهو زي ما انتم شايفين كده. عملت البشاميل خلاص اهوت، وعندي بيضايه حطيت عليها حبه ملح وفلفل هم صغيرين وهربهم وحطها في الوش. البيض ده اختياري زي ما انت عايزه، بس هي ايه بتدي ايه يعني طعامه كده للصينيه ديت. وهحطها فوق البشاميل وهوزعها بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده ديت. وعايزين بقى تحطوا جبن، الجبنه اللي عندكم متوفره حطوا، مش عايزين جبن ما تحطوش. انا هحط جبنه رومي اهي
خدوا بالكم كمان البيضه بتسوي الوش، يعني بتخلي الوش بالنسبه لك سهل في ان هو يبقى كله مسطح وفي سوا واحد اهو. اهوت وهبتدي احط بقى الجبنه الرومي اهيت، هرشها فوق الوش. الجبنه دي اختيار اهيت، وهدخلها الفرن، ولما تطلع ان شاء الله هوريكم شكلها ايه. بس صراحه اكله مغذيه جدا جدا جدا، والطعم مش قادره اقول لكم يعني. جربوها وما تنسونيش في الدعاء. اللي ما يعرفش انا هدى خضير، اللي ما شافش قناتي يتفضل ويشرفني ويشوفها، ومستنيه دعمكم ليا القناه تكبر بيكم، وده احنا بنستفيد من بعضنا، واللي عايز حاجه اللي بيعرف حاجه بيقولها. وان شاء الله كل وصفاتي تعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك وتشاركوا مع اصحابكم. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. وهدخل صينيه الفرن، ولما تطلع هوريها لكم. دي الصينيه هي طلعت من الفرن، شكلها شوف جميل ازاي، والريحه بصراحه في منتهى الجمال. يا رب تجربوها وان شاء الله تعجبكم، مستنيه تعليقاتكم في الفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.